بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرت قبل قليل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالسؤال هنا يا إخواني: ما المقصود بقوله تعالى الله الصمد؟ ما المقصود بقوله تعالى الله الصمد؟ قل هو الله أحد. طبعا الكل يعرف أن الله سبحانه وتعالى أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه. هذه كلمة أحد. وهناك فرق بين الأحد والواحد: واحد أي لا ثاني له، وأحد أي لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له جل جلاله سبحانه وتعالى. أما الله الصمد، فما المقصود بالصمد؟ المقصود بالصمد أحباب رسول الله أن الله جل في علاه هو وحده الذي يقصد في قضاء حوائج الناس. الله سبحانه وتعالى هو المقصود دون غيره في قضاء حوائج الناس. فإذا سألت أي مخلوق، أي كائن، لا يستجيب ولا يستطيع أن يقضي حاجتك إلا بإذن الله جل في علاه. فكلمة الله الصمد أي هو المقصود في قضاء الحوائج دون غيره. وهذه السورة من أوائل ما نزل في مكة المكرمة، لأن كفار مكة يا أحباب النبي كان عندهم 360 صنم، 360 صنم يعبدون في الكعبة وحول الكعبة من دون الله جل في علاه. عند الكعبة يا إخوان 360 صنم، اللات وعزى وهبل ومنات، 360 صنم يعبد من دون الله. فالله يقول لكفار مكة وللمسلمين وإلى يوم القيامة ولعامة الناس ولعامة البشر: الله الصمد. إذا أردت قضاء الحاجات فتوجه إلى رب البريات. والله إذا أردت أن تقضى حاجتك لا تذهب إلى الولي فلان ولا إلى الشيخ علان، لا، اذهب إلى الله بقلبك وادعو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بالله الصمد، أي هو وحده المقصود في قضاء الحوائج دون غيره. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفؤ هنا النظير والشبيه، فليس للمولى عز وجل لا كفؤ ولا نظير جل في علاه. أردت أن أذكركم بهذه السورة وأذكر نفسي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات شفيعا وشافعة لنا يوم القيامة. فأفضل ما عبد الله به هو التوحيد، وأعظم ما أشرك به وما يغضب الله هو الشرك والعياذ بالله. أفضل عبادة يا إخوان التوحيد، توحيد الله. وأعظم بلوى ومصيبة يبتلى بها الإنسان الشرك بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.